أزول أيتما ستما أسكاس أمينو إغودان 1975. مع كل نهاية سنة أمازيغية واقتراب موعد الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية كتخرج واحد المجموعة، واحد الفئة قليلة من المغاربة اللي كتبدا كتنتقد وتكفر وتصهين، كتحاول بمجموعة من الطرق وبمجموعة من الأفكار المتخلفة والمتطرفة أنها تثني المغاربة على الاحتفال بهذا اليوم اللي كيشكل جزء من تاريخهم وثقافتهم وهويتهم المغاربية. والبعض منهم كيوصل لواحد الدرجة خطيرة شيئا ما، أنه كيولي كيتهم أي واحد كيشوفو كيدافع على الاحتفال بهذا اليوم الأمازيغي بأنه كيخدم أجندات خارجية، وكتوصل درجة أنه كاع كيقول لي أنه كيخدم أجندات صهيونية. وهنا ولا بد خصنا نتسائلوا علاش هذه الفئة من المغاربة كيعارضوا الاحتفال بهذا اليوم رأس السنة الأمازيغي. أشنو هو السبب؟ واش عندهم جهل بالتاريخ؟ واش عندهم سوء فهم للدين؟ أو هناك تأثيرات خارجية هي اللي كتخليهم ينساقوا موراها ويعارضوا احتفال المغاربة برأس السنة الأمازيغية؟ وخلال هذه الحلقة غادي نحاولوا نجاوبوا على مجموعة من التساؤلات. أشنو هو إيد يناير رأس السنة الأمازيغية؟ شكون هو شيشنا وعلاش تم الاعتماد ديالو كمرجع للتاريخ الأمازيغي؟ شكون اللي طالب الحكومات المغربية والجزائرية باش يعتمدوا رأس السنة الأمازيغية كعطلة وطنية؟ وعلاش المغرب والجزائر ما اتفقوش على نفس اليوم؟ الاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو واحد الاحتفال قديم وضرب في القدم، أقدم من المرجع اللي كناخدو دروك كشيشناق اللي كيرجع ل 975 قبل الميلاد. هذا التقليد قديم بزاف وهو احتفال أمازيغي برأس السنة الفلاحية. رأس السنة الأمازيغية مجموعة من الناس غالطين كيصحاب ليهم واش النشطاء الأمازيغ هما اللي اخترعوها أو هما اللي وضعوها. لا، الحقيقة أن الأمازيغ منذ القدم وهما كيحتفلوا بهاد رأس السنة الأمازيغية، وأنا كأمازيغي من مدينة أكادير فمن عقلت على راسي وحنا كنحتفلوا بهاد رأس السنة الأمازيغية. وفي كل 13 يناير اللي هو رأس السنة الفلاحية الأمازيغية كان دائما جدة كتصوب لنا واحد القصعة ديال العصيدة تاكولا، كنديرو فيها واحد اغرمي الوسط كيكون مجلي فيها اغرمي هو العظم ديال التمر، وكتحط فوق منها زلافه ديال الاملو، زلافه ديال الاركان، وزلافه ديال الزيت. وفاش كنبداو كناكلو اللي لقى داك العظم داك اغرمي كتكون نوع من البشاره بانه العام الجاي راه غادي يكون عام ناجح عنده وعام مزيان وغادي تحقق فيه واحد المجموعه ديال الاماني ديالو. بطبيعه الحال في هذا العصر هذا مابقيناش كنامنوا بهذا الشيء، ولكن كيبقى واحد النوع من التقليد كيضفي واحد النوع ديال الفرجه والمتعه والبهجه خلال الاحتفال. واللي ما كيعرفوش ايضا بعض المغاربه ان الاحتفال برأس السنه الامازيغيه راه ورد في بعض الكتب التاريخيه القديمه. فمثلا في العصور الوسطى ظهرت اقدم المراجع المكتوبه اللي كتحدث على ايد يناير كحدث احتفالي في كتابات بنو قزمان. هذا بنو قزمان هو قرطبي عاش ما بين 1086 و 1160، وايضا تذكر في كتب الفقيه المالكي ابو بكر محمد العلي التورتوسي اللي عاش حتى هو ما بين 1059 و 1126. من قبل كنا فقط كنحتفلوا برأس السنة الأمازيغية في 13 يناير، ولكن في السنوات الأخيرة واللي ماشي كنحتفلوا ولينا كنعرفوا حتى واحد التاريخ اللي وصلنا ليه دروك في هذا العام هذا 2975. 2975 تحسبت كمرجع تاريخي واحد الملك أمازيغي اللي هو شيشنا، والنشطاء والجمعيات الأمازيغية بغاو يوضعوا واحد التاريخ تاريخي للسنة الأمازيغية، وبداو كيبحثوا على شخصيات تاريخيه امازيغيه اللي ممكن نديرهم كمرجع تاريخي للسنه الامازيغيه. وتم اعتماد سنه تولي شيشناق عرشانيصه. تم الاعتماد ديالو ماشي حيت ما كاينينش شخصيات اقدم منه معروفه، كاينين شخصيات اقدم منه معروفه ولكن غير مضبوطه تاريخيا وزمنيا. تم الاعتماد ديالو لانه كاين اثار كتأرخ ليه، اثار في النقوش المصريه او في الكتب اليهوديه. وايضا لابد نتسائلوا شكون هو شيشناق اللي تم الاعتماد ديالو كمرجع تاريخي للسنه الامازيغيه. شيشناق هو امازيغي من قبيله المشاوش. قبيله المشاوش كانت في الحدود ما بين مصر وليبيا. الجد الرابع ديالو هو اللي انتقل الى مصر، والحفيد ديالو شيشناق دخل الصفوف ديال الجيش الفرعوني وحارب وسط منه، وبدا كيترقى حتى وصل قائد عسكري كبير، وحقق واحد المجموعه ديال النجاحات العسكريه اللي عطاتو سمعه في وسط الاسره المالكه وعطاتو ايضا سمعه وسط الشعب المصري. وشيشناق باش يعطي راسو فرصه بانه واحد النهار يولي ملك فرعوني دار جوج ديال الامور اضافيه زياده على انه قائد عسكري ناجح. تزوج من العائله الحاكمه وتقرب من الكهنه اللي هادي ايدوه من بعد
أنه يولي ملك فرعوني، لأن كانت جميع المواصفات متوفرة فيه. مجوج من العائلة الحاكمة، وكان قائد عسكري كبير وناجح، إضافة أنه كان مزيان مع الكهنة وكان مهضي فيهم. وشيشناق راه مؤرخ تاريخيا لأنه مذكور في الكتب اليهودية في سفر الملوك، اللي مذكور فيها أن شيشناق هو ملك مصري قام بالغزو ديال الأراضي اليهودية واستولى على خزائن رب. خزائن رب هما دوك الخزاين اللي كيكونوا في المعابد اليهودية. وشيشناق راه مذكور في النقوش الأثرية المصرية، مذكور فيها الحملات العسكرية اللي قام بها، كما مذكور المدن اللي كان كيحكمها. ومن هاد المدن المذكورة كان فيهم 36 مدينة كان كيحكمها متواجدة في الأراضي اليهودية. من بعد ما شفنا شنو هي رأسنا الأمازيغية وشكون هو شيشناق اللي اعتمدوه الأمازيغ كمرجع تاريخي للسنة ديالهم، غادي نشوفوا الآن كيفاش تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عيد وطني كيحتفلوا فيه جميع المغاربة. اعتماد ديال السنة الأمازيغية كعيد وطني ماجاش بواحد السهولة بما كان، وإنما كان ثمرة ديال واحد الجهود اللي قامت بها الحركات الأمازيغية والجمعيات الأمازيغية والنشطاء الأمازيغ منهم وحتى غير الأمازيغ، اللي حاربوا وناضلوا سنوات طويلة من أجل الاعتراف بالهوية الأمازيغية وبثقافة شعوب شمال إفريقيا. من السبعينات والثمانينات والأمازيغ وهما كيطالبوا بالاعتراف بهويتهم وثقافتهم ولغتهم، وهذا الشيء اللي تتوج في 2011 في دستور 2011 تم الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وتتوج أيضا في 2021 فاش تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عيد وطني مغربي. المغرب ماشي هو الدولة الشمال الإفريقية الوحيدة اللي اعتمدت رأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، أيضا في الجزائر تم الاعتماد ديالو قبل من المغرب 2018، والمغرب اعتمدوا في 2023. لكن مع واحد الاختلاف أن الجزائر كيحتفلوا الليلة ديال 12 والعطلة الرسمية نهار 13، والمغرب كيحتفلوا في الليلة ديال 13 والعطلة الرسمية هي نهار 14. الاختلاف ما بين المغرب والجزائر في يوم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية هو في الحقيقة ماشي سياسي وإنما ثقافي، رجع لكل منطقة كيفاش كانت كتحسب في القدم رأس السنة الفلاحية الأمازيغية ديالها. ولكن مع ذلك فالسياسة عندها تأثير، فالتشنجات والمشاكل اللي كاينة حاليا ما بين المغرب والجزائر ما خلاش واحد التوحيد ديال الجهود ما بين الجمعيات المغربية الأمازيغية والجمعيات الجزائرية باش يقرروا ويحددوا يوم واحد للاحتفال برأس السنة الأمازيغية في كلا البلدين. الآن غادي نرجع لواحد التساؤل اللي كنا تسائلنا في الأول ديال الحلقة، علاش بعض المغاربة كيعارضوا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية؟ هذه الفئة المعارضة هي كتنتمي في غالب الأحوال للتيار العروبي من جهة وتيار ديني متطرف من جهة أخرى. هاد التيارين والناس اللي كينتميو لهم اللي كيعارضوا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية غالبا كيهاجموها لأنهم كيخافوا من أن الثقافة الأمازيغية والهوية الأمازيغية يكون عندها تأثير على الهوية اللي كينتميو ليها واللي كيعتبروا راسهم راه كينتميو ليها واللي هي الهوية العروبية، وكيخافوا أيضا من تأثير الثقافة الأمازيغية على الدين الإسلامي وكيعتبروها تهديد ليهم، وهي في الحقيقة ما كتشكل حتى شي تهديد ليهم. ففي الدين الإسلامي وفي القرآن الكريم قال الله تعالى: إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذا الله خلقنا مختلفين، خلقنا شعوب مختلفة، كل شعب عنده هويته، عنده ثقافته، عنده لغته، والأساس في الخلق ديالنا هو التعارف، هو أن تعرفوا على بعضياتنا، نعرف ثقافتك وتعرف ثقافتي، نعرف هويتك وتعرف هويتي، نتعرف على لغتك وتعرف لغتي. وبهذا الإقصاء وبهذا الهجوم اللي كيديروه هاد الناس اللي ينتميو لهاد التيارين فكأنهم كيقصيو ثقافة وكيقصيو لغة وكيقصيو هوية ديال الشعب، وهو ضد ما وصى به الله اللي قال بأننا بيناتنا خصنا نتعرفوا كشعوب ونتعرفوا على بعضياتنا. وهذا الأمر اللي كتقوم به هذه الفئة راه مخالف لتعاليم الدين الإسلامي. بل أكثر من ذلك، بعض المنتمين لهاد التيارين اللي كيعارضوا الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كيوصلوا لواحد الدرجة أنهم كيتهموا فيها النشطاء الأمازيغيين بأنهم متصهينين أو أنهم كيخدموا أجندة صهيونية، وهذا غير مقبول لأنه ميمكنش تتهم شخص أنه متصهين أو أنه كيخدم أجندة صهيونية لمجرد أنه كيعتز بثقافته وبهويته وكيبغي يحتفل بواحد اليوم اللي كيشكل جزء من الثقافة ديالو والهوية ديالو. وكنقول لهم: تبينوا ألا تصيبوا قوما بجهالة كما قال الله تعالى: وتصبحوا من بعد على ما فعلتم نادمون. في الختام كيبقى الاحتفال برأس السنة الأمازيغية جزء من الثقافة والهوية الوطنية المغربية، واللي كيخصنا نفتخروا بها ونعتزوا بها. ومن المهم يعرفوا الناس أن الاعتزاز بالثقافة والهوية الوطنية هي قوة
وماشي ضعف، لان هذا التنوع الثقافي هو اللي كيشكل الخصوصيه ديال البلاد وكيساهم في التنميه ديالها وكيجعلها جذابه سياحيا.